السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نجاوب بعض الاخوات اللي سقسوني على هاد الماشينه، كيفاش نمشيوها وشنو هي الميزات تاعها. اذا سمحوا لي اني طولت عليكم. اذا هذا هو الشكل لي بوطون تاعها. شوفوا واش عندها كامل كما راكم تشوفوا. سمحوا لي على الاضاءه. فوالا، اذا هادو هما كامل لي بوطون تاعها، يعني حاجه سهله ماشي معقده. هنا نشعلوها. اذا راح نرجعها للاول هكذا باش نشرحوا نقطه بنقطه. اذا كما راكم تشوفوا هنايا كاين هنا الكوتي هذا، كاين الكوتي هذا وكاين هذا. راح نبدا انايا نشرح اولا الطابلو هذا. اذا هذا تاع درجه الحراره تاع الماء كما راكم تشوفوا. هنا تنقصوا تزيدوا كما تحبوا، يعني كل ريغلاج هنا كل ما تدوروا يعني البروغرام اللي حبيتوه دائما يكون فيه درجه الحراره تاع الماء. يعني درجه الحراره تاع الماء هنا تختلف، تبدلوا هنايا. حبيتوا درجه عاليه، حبيتوها خفيفه. هذا بالنسبه لهاد البوطون هذا. نروحوا لهاد الجهه هذه، هذا تاع التشلال. يعني الا كان حبيتي تشلي الحوايج سواء غسلتيهم بالماشينه، حبيتي يعني كل تاني الريغلاج راح تمدلك هنا شحال من التشلال اللي عندها. كاين اللي عندها حتى 3، كاين اللي عندها حتى 4 5، يعني تختلف. المهم انتيا تبدلي هنايا. هذا تاع التشلال. نروحوا هنايا تاع لي تور. هنايا باش تنشفي الحوايج. هنا عندها الماكسيموم تاعها 1400. ها شوفوا، ها تبدا من 400 فوالا حتى 1400. اذا نروحوا لهنا. هذا تاع السيشوار. هنا يعني صراحه انا هذا الاخر ما جربتوش باسكو الماشينات يعني تنشفهم مليح بلا ما نشفهم هنايا. هذه ما جربتهاش انايا. وعندك ايضا هذه اونتي تاش. هذه ديروهم يعني هذه كما قلت لكم. هذه تنحي لكم الروائح الكريهه من الحوايج. مثلا الا كان عندهم لاميديتي، ريحه تاع لاميديتي، وتخرجهم يعني نقيين، وايضا ريحتهم مليحه. اذا هذا بالنسبه لهاد لي بوطون هادو. نتمنى انكم فهمتوا. هنا نروحوا لهاد البوطون هذا. عندنا الكوطون. هنا كل ما يخص الملابس القطنيه، مثلا ملابس داخليه، مثلا لي ناب تاع لي طابل، مثلا الافريشه خاصه اللي مخدومين بالكروشي. اذا هذا تقدري تغسلي به. وايضا كي ديري شوفوا كي نديروا هكذا نعبسوا يعني البوطون على البوطون هذا، يعني الاتجاه هذا، نجيو نريقليو هنا كيما تحبوا على حساب حوايجكم. اذا عندك هنا الماء شوفوا حتى 95 درجه. هنا بالك يعني تحطوا حاجه تاع بلاستيك وتحطوا لها درجه حراره عاليه. عندك ايضا هنايا تريقلي التشلال هنايا حتى 4 حتى 5. فوالا عندها حتى 5. وعندك ايضا هنايا التشلال. وعندك هنايا واسمو شحال الا حبيتي تنشفيهم. هنا كما قلت لكم هذه تقدروا ما تستعملوهاش نهائيا باسكو ماشي لازم نستعملوها باسكو الماشينه تنشفهم. كي ديري 1400 يعني لي تور تاعها هنا تنحيهم كاع ناشفين. اذا هذا بالنسبه
لهاد الكوتي هذا نروحوا هنا. هذا يستعمل الملابس اللي تكون تاع بلاستيك، تاع البوليستر، تاع المهم تاع لاسوا، المهم اللي فيه النيلون. اذا هنا ايضا نفس الشيء، تخيري درجه الحراره شحال تغسليهم، نفس الطريقه هنا، نفس الطريقه كيفاش حبيتي الريغلاج تاعهم. هنا ثالثا هنا نروحوا الحوايج تاع الصوف. هنا الحوايج تاع الصوف، الحوايج تاع الصوف ما نقدروش نغسلوهم يعني ببروغرام واحد اخر. علاه؟ لانه الطريقه اللي تغسل بها الصوف تكون غسله يعني تاعها هادئه، يعني ما تكونش يعني الدورات قويه هكذاك، باش الصوف تاعنا او الحوايج تاعنا اللي حطيناهم تاع الصوف ما راحش يخسروا. اذا هنا هذا سبيسيال تاع الصوف. نوليو هنا تاع بيبي كوتون، هنا تاع ملابس الاطفال. تقدروا هنا تقدروا هنايا تريقليو ايضا نفس الطريقه. الا كان الحوايج يعني اصلا هنا علاش كثروا واسمو، علاش داروا هنايا طريقه بزاف تاع اللي تنقي بزاف كيما هذه اونتي تاش تخرج فقط في الملابس تاع لي بيبي او تاع الصغار. شوفوا هنا اللي تنحي او تنقي الحوايج من الروائح، وايضا تعقمهم، وايضا تنحيهم يعني تنحي لهم الصابون، يعني الليكيد هذاك ما يقعدش في الحوايج. هنا سي بوصا تقدري ايضا تزيدي ثانيه هذه باش تتاكدي باللي حوايجك نظاف، ويعني ما فيهمش ما يقعدش فيهم الصابون، خاصه الحوايج تاع الصغار. اذا الا كان ما حبيتيش هنا يعني الوقت يكون بزاف، سمحوا لي، تقدروا ديروا التشلال حتى 3 خطرات وتنقصوا هنايا الا كان حوايجكم ما فيهاش الريحه تاع يعني ما فيهمش الريحه. هنا تنقصي لهم هذاك الريغلاج، وهذا يقعد يعني هذا بروغرامي مع هذا البوطون هذا، يعني ما يتغيرش، ما تقدروش تنحيوه. اذا هذا هو. وتقدروا ايضا هنا تنقصوا الماء، فوالا يعني درجه الحراره تاع الماء. اذا نروحوا لهاد الريغلاج هذا وهاد البروغرام هذا. اذا هاد البروغرام نستعملوه الملابس اللي تكون مثلا ملابس رياضيه، مثلا اللي مصنوعه ايضا من القماش، يعني كامل الحوايج اللي يكونوا مثلا كيما نقولوا الملابس اللي تكون حساسه، فوالا الملابس اللي تكون حساسه. اذا تغسليهم بهذا البروغرام هذا. وهنا ايضا الماء حتى 40 درجه والتشلال كما تحبوا. اذا هنا يعني ما فيهاش يعني تعقيدات، سهله بزاف. هذا تاع التشلال وتاع تنشيف تاع الحوايج. هنا تقدروا ميم الا كان حبيتوا تشلوها ولا تغسلوا الحاجه باليد ومن بعد حبيتوا تنشفوها، تحطوها في الماشينه ديريكتومون وديروا هاد البروغرام هذا. غير الا غسلتوها فقط باليد ما شللتوهاش، تقدروا تحطوها هنا، تشلوها هنا هايليك وتنشفوها. الا كان شللتوها باليد، غسلتوها وشللتوها باليد، حبيتوا فقط تنشفوها، هنا تحبسوها فوالا بهذه الطريقه. هنا تحبسوها وتخليو تاع هذا اللي ينشف الحوايج. هذا تاع اللي نتويو به الماشينه، يعني تغسل روحها بروحها. الا كان درتو هذا ما تحطوش المنظف، ما تحطوش اي حاجه ني خل ني والو. الا كان درتو هذا ما نهضرش. الا كان غسلتوها باي غسله، يعني خيرتوا اي هنايا بروغرام وحبيتوا تغسلوا ماشينه لافي تاعكم، تحطوا الخرط، تحطوا بيكربونات، معليش. بصح الا كان درتوا هذا ما ديروا والو، تغسل روحها بروحها، يعني غير بالماء فقط. هنا نولي ولا نكمل هكذا، معليش. هنا انا هذا هو البروغرام اللي نخيروا اللي نغسل به دائما. انا هذا
يعني دائما نغسل به. عليه نغسل به؟ لانه ما يحكمش الوقت بزاف. هنا حطوا 15 دقائق، يعني هادو نورمالمون اكسبريس 15 مينوت نورمالمون. الحوايج اللي يكونوا نضاف، يعني ماشي موسخين بزاف، ماشي موسخين بزاف، هذا نغسلوهم بهذا. بصح انا نغسل كلش بهذا، يعني ميم الحوايج اللي موسخين، ميم الحوايج اللي فيهم ليطاج وكامل، انا دائما نغسل بهذا البروغرام. 15 دقائق. وكي نريغلي يعني كي نبدا كما راكم تشوفوا هنا الماء هنا درجه الحراره حتى ل 20 فقط، والتشلال 3. دي فوا انا ما نديرش 3، انا ندير هكذا 2، وندير هنا عندها غير ويصه تاع هنا تاع باش ينشفوا الحوايج، يعني لي طور تاعها. بصح كي نكمل كاع واش ندير، نعاود نشفهم، يعني نعاود كي طفى الماشينه خلاص كملت الغسيل، نعاود نشعل باش ينشفوا لي. برك ندير 1400 طور باش يعني الحوايج ينشفوا. انا كيفاش يعني لي طاش تاع الحوايج يروحوا قبل ما نحطهم في ماشينه لافي، انا ندير شويه تاع ليكيد. درك نوري لكم ليكيد ماشين اللي نستعملو انا. ندير شويه ليكيد فوق لاطاش هذيك، ومن بعد نحطها في الماشينه. بهذه الطريقه يعني لي طاش ما راحش يقعدوا. هنا للملابس اللي يكونوا ملابس يعني تاع نيلون، تاع البوليستر، تاع المهم ماشي الملابس اللي مخدومه يعني قطنيه. الملابس القطنيه تاع هاد البروغرام هذا او مكتوب هنايا الفوق. اذا هنا لازم نشوفوا دائما ريغلاج تاع الماشينه لافي تاعنا باش هكذاك ما نغلطوش والحوايج تاعنا ما يخسروش. كما شفتوا معايا. اذا يعني ريغلاج تاعها ماشي معقد، اي واحد يقدر يمشيها وسهله بزاف. فقط نولي باش نوري لكم فقط، باسكو حنايا المشكل تاعنا هو اتساخ الملابس او لي طاش اللي يكونوا في حوايجنا. كما قلت لكم لازم تستعملوا ليكيد ماشين يكون مليح، وايضا حطوا هذاك شويه تاع ليكيد فوق الحوايج، فوق لاطاش هذيك، ومن بعد ديروها في الماشينه تاعكم. ولا الا كان الحاجه يعني بزاف موسخه، دائما نوليو لهنا اونتي طاش. ما تنسوش هذا البوطون هذا، هاوليك هنا ينقي لكم مليح. اذا انا هذا هو الفيديو تاعي، نتمنى ان شاء الله فهمتوا الشرح. اذا نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.